كل سنة وانتم طيبين، ومبروك النهارده لكل المكرمين واللي واخدين جوائز، ومبروك دير جست 2024. روجينا موهبة كبيرة جدا، موهبة عظيمة جدا. تشتغل دور تاني بتبقى رقم واحد، بتشتغل دور أول بتبقى رقم واحد، فأعتقد مفيش حد عمل القصة دي كتير. الحمد لله الحمد لله، ده توفيق ربنا، وإن الواحد بيختار اختيارات مظبوطة انت مش لوحدك، الحقيقه هي منظومه كبيره، ورق حلو، مخرج شاطر، كاست زملاء بيبقوا بيشتغلوا بمنتهى الحب، يحصل اللي حصل ده الحمد لله. بحس ان في ناس كده بصلك في النجاح بتاعك. لا خالص، انا ما بركزش. يعني متابعين روجينا يا جماعه، ما الست متالقه وعامله شغل حلو قوي، مالكوا بيها؟ الحمد لله الحمد لله، انا ما بركزش في ده، انا بركز بس في شغلي وفي نجاحي، والحمد لله ربنا بيكرمني الحمد لله. النهضه السعوديه دي ازاي في الفن والدراما؟ السعودية طول عمرها فنيا موجودة، يعني أنا بفتكر إن أنا أول ما بدأت كنت لسه في المعهد، كان شركة دلة السعودية دي كنا بنشتغل فيها كتير. أنا سعيدة بالنهضة السعودية لأنه ما فيش فرق بين مصر والسعودية، إحنا إخوة وبنحب بعض، وطول عمر الفن كده هو تبادل بين كل الثقافات، سواء السعودية أو لبنان أو دبي، هي دي مصر.